عندي 42 سنة. عندي محل بتاع كهربائيات، لكن مشهور قوي في الحتة لأني بعمل كل حاجة. بصلح وبعمل كهربة شقق، وكمان بدخل الدش، يعني شغال في كل حاجة. المحل بتاعي كبير ومعروف، وأي حد في الدنيا عايز يعمل أي حاجة بيروح لمحل علي. كنت سعيد في حياتي، في بيتي، راضي بحياتي، ومراتي ست كويسة جدا ومحتشمة ومحترمة ومفيش عليها غبار. وعندي 3 ولاد، بنتين وولد. كنت فرحان وسعيد لغاية لما جاتلي مدام هدى، ست في قمة الجمال، قريبة من سن مراتي لكن مختلفة تماما. جميلة جدا، ولبسها شوية مكشوف وشوية كده عندها حرية. أول ما شفتها اتشدت لها. انتوا عارفين كلكم احنا الرجالة نحب الست الحلوة ونحب الجمال وبنقدره قوي، لكن ما كنتش فاكر نفسي ان انا هوصل للجواز وهوصل ان انا هبتدي الموضوع بالخيانة. في البداية ان انا بقيت معجب بيها وبحب قوي اما تيجي اقعد ابص عليها واعاكسها، المعاكسة من بعيد لبعيد كده، يعني انها ست حلوة. الست دي كانت ست قمة في الجمال، طول بعرض بحلاوة بياض، كل حاجة فيها كانت تخليك تتشدلها. بقت تيجي وتصلح عندي اي حاجة عندها، وشوية شوية طلبت رقم التليفون بتاعي واديته لها، وقالت لي معلش يا علي، انت عارف انا دايما لما باجي بلاقيك عندك زحمة قوي، فخليني احسن اتصل بيك واشوف الوقت اللي انت فاضي فيه واجي اصلح الحاجة بتاعتي. قلت لها خلاص انا تحت امرك، اكيد يعني ده انت المحل كله بتاعك. والكلمتين الحلوين اللي احنا دايما بنقولهم وفاكرين ان احنا بنضحك على الستات بيهم، للأسف احنا بنضحك علينا بيهم. المهم، مدام هدى كل ما كانت تيجي تعمل حاجة كانت بتتصل بيا واقول لها على الميعاد اللي هي تيجي فيه وصلح لها. وحتى لو مشغول او جالي زبون كنت اسيب الدنيا كلها واقعد مع ست الكل واعمل لها كل حاجة. اي زبون كان يبقى موجود كان يقعد يبص عليها ويقول لي ايه الجمال ده، جميلة قوي، في حدود ال35 لكن حاجة كده زي ملكات الجمال. لغاية في يوم لقيتها بتقولي معلش يا علي انا عايزاك المرة دي تجيلي. قلت لها ليه خير يا مدام هدى؟ قالت لي عندي التلفزيون بتاعي بايظ وتقيل جدا ان اشيله، فمعلش لو تقدر انت تيجي تصلحهولي يبقى كتر خيرك، وكمان عايزاك تنزلي حاجات على التلفزيون لاني مش عارفة اقلب في القنوات دي واجيب كل حاجة. قلت لها خلاص تمام هجيلك ان شاء الله، بعد ما اقفل المحل هفوت عليكي ولا في مشكلة؟ قالت لي لا، تعالى في اي وقت. وفعلا خلصت المحل الساعة 10:30 زي كل يوم ورحت لها. دخلت عندها لقيتها لابسة لبس مثير جدا، لبس ما ينفعش واحدة تلبسه لما يكون جايلها صنايعي، لكن لقيتها لابساه وقلت يمكن هي ست متحررة بالزيادة. طبعا قعدت ابص عليها واشتغلت في التلفزيون. قلت لها انت عايزة تنزلي ايه بالظبط؟ قالت لي طب اشرب حاجة الاول وبعدين هقولك. وفعلا جابت لي كوباية عصير، شكرتها جدا. كل ده وانا عمالة عاكسها وعاكس في جمالها وابص عليها. قالت لي انا عايزاك تنزل لي القنوات المشفرة. الكلمة طبعا استغربت لها جدا، ازاي يعني ست تتفرج على القنوات دي؟ فقلت لها انت عارفة ان القنوات ديت قنوات فيها حاجات مش كويسة؟ قالت لي لا لا لا، انا عايزة اتفرج على شوية مطوشة كده، على شوية افلام اجنبية ما بتتعرضش. قلت لها ماشي بس اعملي حسابك احسن ولادك يتفرجوا على القناة. قالت لي لا ما تقلقش يا علي، انا ما عنديش ولاد، انا متطلقة وما جبتش ولاد. مش عارف ليه حسيت ان انا مبسوط، رغم ان ما كانش الفكرة عندي ان انا ممكن اتجوزها اصلا. المهم عملت لها التلفزيون ونزلت لها القنوات ووريتها لها، وبعدين استأذنت ومشيت. لقيتها مرة تانية بتتصل بيا وبتقولي تعالى يا علي معلش. قلت لها في ايه؟ انا مش عملتلك التلفزيون وكله تمام؟ قالت لي لا مش عارفة ايه اللي حصل في البرمجة، مش عارفة اجيب تاني الحاجات اللي انت نزلتها لي. قلت لها خلاص هجيلك معلش في نفس الوقت، ورحت لها. لكن المرة دي بقى كانت لابسة لبس مفتوح، وانا بصراحة ما قدرتش امسك نفسي، ولقيت نفسي غصب عني ابتديت المسها. راحت هي قالت لي في ايه يا علي؟ ما تهدى كده، انت مش راجل متجوز ولا ايه؟ اهدى كده وامسك نفسك. قلت لها بصراحة انت ست جميلة قوي ومش عارف. راحت قالت لي طيب خلاص انا كمان معجبة بيك، بس اللي معجبة بيك ان احنا نخرج نتقابل نتكلم نتعرف على بعض يا علي. قلت لها خلاص ماشي. وفعلا ابتدى يبقى في تواصل بيني وبينها،
وبقيت كل يوم بكلمها في التليفون، وحسيت ان انا ابتديت اتشدلها واحبها. ست جميلة بالجمال ده، ازاي اسيبها؟ لكن لقيت نفسي بقى اهملت مراتي، ما بقتش طايقة اشوفها اصلا، ولا طايق البيت ولا اقعد فيه، اغلب الوقت خارج معاها. لغاية لما شوية شوية قالت لي بقولك ايه، انا بقيت اتعب من الخروج، تعالى نقعد نتقابل في البيت. وانا ست عارفة ان احافظ على نفسي ازاي. فرحت طبعا، مفيش فرصة احسن من كده لاي راجل. رحت رحت وقعدت معاها وابتديت اتقرب منها، لكنها رفضت تماما وقالت لي لا يا حبيبي، لو عايزني يبقى في الحلال. قلت لها انا موافق. قالت لي طبعا انا مش هتجوز رسمي، لاني باخد معاش كبير من ابويا، انا هجوزك عرفي، بس هتكتب لي وصل امانه محترم، ده مهري. قلت لها اكتب لك اي حاجه، هو انا هسيبك اصلا؟ وفعلا كتبنا ورقتين عرفي، وحصل بينا كل حاجه، علاقه كامله. ما كنتش بقدر اسيبها. ابتديت اعمل شغلي جدا، لان انا صبح وليل عندها، على طول عايزها، وهي كمان ست بصراحة على طول عايزاني. حتى مراتي نسيتها، يمكن مش ما لمستهاش بقالي شهور، نسيتها تماما مع الست دي. الست دي ما كانتش بتشبع مني، عايزاني الصبح وعايزاني بالليل، لكن كانت بحر فلوس، دايما عايزة فلوس، مش عايزاني غير وانا جايب وشايل، رغم ان هي لوحدها في البيت، لكن هي بتحب كده. بتقولي انا بحب احس ان الراجل بيصرف عليا، وبتاخد مني فلوس بالهبل. ولاني مرتاح معاها وشايف جمالها ده اللي كان عامل لي ثوره في راسي، ما كنتش بقول لها لا، وكنت بديها كل اللي هي عايزاه. وبصراحه كانت بتمتعني جدا، لدرجه اني حسيت اني يدوب عرفت يعني ايه جواز، وعرفت يعني ايه علاقه. مراتي كانت ست خام، مهما علمها ما بتعرفش تعمل حاجه، انما دي ست خبره ومتدربه. المهم قعدت معاها، وابتدت بقى تطلب مني طلبات غريبة جدا. اولها ان انا لازم اطلق مراتي. قلت لها ازاي، انا ما اقدرش اعمل كده، وبعدين اصلا احنا كده كده متجوزين عرفي، ومراتي مش عامله لك حاجه، وبعدين هي ست اصلا غلبانه، حتى لو عرفت مش هتتكلم. لكن قالت لي لا، انا مش عايزاها في حياتك، انا بقيت اغير عليك. قلت لها وحلفت لها ان انا ما بلمسهاش. قلت لها انا من يوم ما اتجوزتك انا ما اعرفش عنها حاجه، ولا عمري لمستها في الفترة اللي احنا متجوزين فيها دي. قالت لي وانا ايه اللي خليني اصدق؟ وابتدت بقى الطلبات، لدرجة اني رضخت وطلقت مراتي علشانها، وده كان اول طلب. وبعدها بقى بدأت الغيرة من ولادي، رايح لهم ليه وجاي لهم ليه. ابتديت احس ان انا مخنوق، وابتديت احس ان انا نادلة قوي، وان انا وحش. معقولة انا علشان قهوة وغريزة 5 دقايق ولا ساعة اعمل كده في حياتي؟ ابتديت افتكر كل حياتي، وحياتي اللي كانت حلوة، وبيتي اللي كان مقفول عليا انا وولادي، والسعادة اللي كنا عايشين فيها. حسيت ان في حاجة كبيرة قوي ضاعت مني، وحسيت ان انا ضيعت ولادي معايا، وحسيت ان انا ضيعت مراتي الست المحترمة اللي كانت صينوني. وساعتها حسيت ان انا زهقان منها، لكن معرفتش ابعد. الرغبة فيها ما كانتش مخلياني قادر اسيبها، لكن دايما كنت بحس بعدها ان انا قرفان منها ومش عايزها، لكن بعدها ارجع تاني. وحسيت ان انا في المتاهة دي مش عارف، بين خد وهات، لغاية لما لقيت اخويا بيقولي ان مراتي جايلها عريس وعايزة تتجوز، لانها لسه صغيرة عندها 37 سنة ومش معقولة هتقعد كده، وبيقولي تعالى خد ولادك. مش عارف، ساعتها حسيت ان حد ضربني على راسي، حسيت ان انا ضيعت كل حاجة.